من صباح اليوم جولة الامتحانات التكميلية بالدائرة الثانية لمركز شرطة الفيوم ومقرها مركز الفيوم. نتابع مع حضراتكم. بدأت في 9 من صباح اليوم جولة الانتخابات التكميلية بالدائرة الثانية لمركز شرطة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، وذلك على مقعد الدائرة الذي خلا بوفاة النائب محمد مصطفى الخولي منذ شهرين. يبلغ عدد المرشحين بالدائرة 8 مرشحين بينهم سيدة، ويبلغ عدد الناخبين والناخبات بالدائرة 260 ألف ناخب وناخبة، وعدد المقار الانتخابية 44 مقرا، وعدد اللجان الفرعية 128 لجنة، حيث بدأ الإقبال مع الساعات الأولى من فتح اللجان، خاصة باللجان التي بمسقط رأس المرشحين، حيث كان الإقبال كثيفا خاصة من كبار السن والسيدات. الساعة 9 صباحا كان عدد الناخبين يعني كبير، يبدو انه عشان بلد مرشح. يعني حاليا احنا تجاوزنا يمكن ال60 او ال70 صوت، ويدوب احنا بدأنا حوالي ساعة وربع دلوقتي من بداية اللجنة، فده اقبال غير مسبوق. لو استمر لاخر النهار يبقى جميل جدا طبعا. سيادتك، الإجراءات المتبعة ونحن في رمضان، الإجراءات المتبعة غلق الصناديق وإعادة فتحها مرة أخرى، ما هو الإجراء المتبع؟ عملية الاقتراح حضرتك بتبدأ من 9 صباحا ل 9 مساء، فترة الاستراحة من 6:30 ل 7:30 المغرب إن شاء الله. سيادتك، شايفين إقبال ونحن في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ده مؤشر إن ولا دي عشان لجنة أحد المرشحين؟ أعتقد إن دي عشان بلد مرشح، أعتقد طبعا. عملية الاقتراع تستمر لمدة يومين؟ يومين متتاليين، كل يوم بيبدأ من 9 صباحا إلى 9 مساء، الاستراحة من 6:30 ل 7:30 ما لم يتم مد الوقت بموجب قرار اللجنة طبعا. سيادتك، مدى التنسيق مع قوات الأمن سواء قوات مسلحة أو قوات الشرطة؟ والله هو ملاحظ طبعا تواجد أمني مكثف، وناس شايفين شغلهم الحمد لله تمام، ودايما في تنسيق لو احتاجنا حاجة بنلجأ لهم طبعا دون التدخل في أعمالنا. لجنة مدرسة اللاهون الابتدائية بمركز الفيوم، نلتقي مع عدد من الناخبين. نتعرف عليك. الحاج شعبان رمضان جودة من اللاهون. سير عملية الانتخابات النهاردة عاملة ايه؟ ماشية ازاي؟ والله احمد ربنا واتشكر فضله، البلد وقفة كويسة، لان احنا طبعا دي حاجة فقدنا العضو بتاعنا اللي احنا كان منتخب من بلدنا، احنا موجود يعني في ناس موجودة كتيرة يعني، ومحدش متاخر، كل الناس موجوده يعني. الامن ودخولك للجنه كله تمام يا باشا، كله. اللجان فتحت في مواعيدها؟ ايوه، كل حاجه في مواعيدها وكل حاجه مظبوطه وكل حاجه تمام. العمليه الانتخابيه ماشيه نزيهه وكويسه والحمد لله رب العالمين. كلامنا حضرتك عن رايك كيف سير العمليه؟ السير العالميه ماشي تمام التمام، والامن هنا تمام التمام، والاقبال تمام التمام، والقوات المسلحه والشرطه والدنيا كويسه ولا فيش اي مشاكل ولا اي عقبات. تقول ايه للناس اللي متخاذله عن عدم المشاركه؟ اقول لكل راجل وكل ست تنزل تشارك، لان ده واجب عليك وحق عليك. شاب عجوزه راجل كبير شاب صغير حرمه راجل كله ينزل، ده واجب عليك اللي هو ينزل ينتخب. العمليه الانتخابيه الامن قايم بواجبه على اكمل وجه، والعمليه منظمه جدا، والحضور في اللاهون ما شاء الله عليه كويس جدا يعني. طب وانت شايف الجيش والشرطه طبعا مأديه واجب على؟ لا، على اكمل وجه، ممتازين كالعاده يعني، متعودين منهم تملي ان العمليه الانتخابيه تسير يعني على اكمل وجه في ظل تنظيمهم مع القضاء والمستشارين برضك ممتازين يعني. 10 على 10 والف الالف، بس القضاء يمشي ايدهم عشان مش ملاحقين على الناس. انت شايف الاقبال النهارده طبعا؟ واقبال 10 على 10 والف الالف، وكله 100 100. تقول ايه للناس المتخاذله مش قادره تنزل النهارده؟ كله نزل، بقول لك يعني يمشي ايدهم، يعني القضاء يمشي ايدهم عشان الناس، عشان في انزحام جامد. لا، تنزل وتشارك، ان الواجب علينا على كل وطن ينزل ينتخب في بلده، يعني من اجل مصر مش من اجل اي حد تاني. ان شاء الله الانتخابات وفيه كثافه وفيه اعداد كتيره جايه، عشان خاطر طبعا منتظرين اليوم ده من اجل طبعا، والنهارده موافق كمان العاشر من رمضان لذكرى طيبه، فان شاء الله في خير وفي نظام، والقوات المسلحه مأمنه كل حاجه، والساده القضاه موجودين من الساعه 9. هذا ويمتد التصويت لمدة يومين، الأربعاء والخميس، من 9 صباحا حتى 9 مساء. وقامت القوات المسلحة ورجال الأمن بتأمين مقار الانتخابات، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط اللجان ومنع وقوف السيارات بجوار اللجان، كما انتشرت الكمائن المتحركة والثابتة بقرى مركز الفيوم. تحت رعاية